من فترة حزب النور أو الدعوة السلفية أذاعت مقطع من فيديو للدكتور الشيخ محمد حسان، واستندت فيه إلى أن الشيخ محمد حسان بيقول، وكان الفيديو قصير وهي كانت مدة خطبة طويلة، بيقول فيه أنه توسط بين القوات المسلحة والشرطة المصرية 3 يوليو وما بين تحالف دعم الشرعية قبل فض رابعة والنهضة. حزب النور قال إن السيسي وعد وقبل إنه ما يتمش الفض على أن يتم الانسحاب أو الخروج من رابعة والنهضة تدريجيا، وما معناه ان تحالف دعم الشرعية هو الذي اخل بالاتفاق. ثم نزل فيديو تاني لجماعات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين ومنهم جماعة الاخوان المسلمين بمواقعها، واذاعوا فيديو طويل يقول ان الشيخ محمد حسان قال لهم، والكلمة موجودة وكانت كلمة قبل الفض بالفعل، اللي بيقول لهم انا رحت واسمعتهم وقلت لهم ما لا تتخيلوا ووعدوني ان رابعه مش هتتفض، واتقطع الكلام على كده. فبدا الامر، هم روجوا ده على ان الامر بدا ان السيسي ومن معه اخلوا بالاتفاق. الحقيقه اني شاهد على هذه الروايه بطريقه ساحكيها لكم، ولم اكن استطيع الحديث فيها الا بعد استئذان صاحبها. هنشوف جزء من الفيديو وارجع اقول لكم ايه اللي حصل، لان هذه شهاده وامانه. والدكتور محمد عبد السلام، واجتمعنا مع إخواننا في التحالف الوطني بالقرب من ميدان رابعة في اجتماع طويل لمدة 5 ساعات تقريبا. وكنا في هذا المجلس الذي حضر فيه ممثلون عن التحالف، وهم الدكتور عبد الرحمن البر، الدكتور سلطان، الدكتور أيمن عبد الغني، الدكتور صفوت عبد الغني، الدكتور عطية عدلان، كممثلين عن التحالف الوطني لدعم الشرعية. ثم قالوا لنا لو لم تحققوا في مهمتكم هذه إلا 3 نقاط في الوقت الراهن فهذه نعمة عظيمة والحمد لله. قالوا أولا حقن الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة، والثانية تهيئة الأجواء لمصالحة حقيقية، قالوا الثالث الإفراج عن جميع المعتقلين بعد 30 يونيو وإسقاط جميع القضايا. هذا كل ما نرجوه الآن في هذه المرحلة. فذهبت أنا والدكتور عبد الله شاكر والدكتور جمال المراكبي والدكتور محمد المختار المهدي والدكتور محمد أبو موسى، الدكتور محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعيات الشرعية في مصر، والدكتور محمد أبو موسى عضو جبهة أو عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، وأخي الدكتور محمد عبد السلام. ذهبنا قابلنا الفريق السيسي ومجموعة من أعضاء المجلس العسكري. يا إخواني، أقسم بالله الذي لا إله غيره لقد أسمعتهم ما أرضي به ربي. وعدنا بعدم فض الاعتصامات بالقوة، بل وبعدم إنهاء الاعتصامات. قلت لا بد من إعلان ذلك حتى يطمئن أولادنا وشعبنا. قال تسمع ذلك غدا. حدثت الداخلية اليوم. ثم وعدنا أيضا بتهيئة الأجواء في وسائل الإعلام، ولكن طلب منا أن نهيئ الأجواء نحن أيضا عبر منصة رابعة ومنصة النهضة، وأن تظل الاعتصامات سلمية في أماكنها. والميدان لن يتسامح أبدا
في عودة الدكتور محمد مرسي هذه لا يمكن إطلاقا التنازل عنها، وإلا كنا خونة للدماء، خونة لهذه النفوس الطيبة. قلنا لا يمكن الحديث مع قوم هم الذين أججوا هذا الصراع، فإذا أرادوا أن يتغير هذا الوضع عليهم أن يرحلوا جميعا. فقال أحد الشيوخ منهم: هذا الآن مستحيل. قلنا: نحن لا نعرف المستحيل. سيعود الدكتور مرسي، وستعود الشرعية، الدستور، ومجلس الشعب بإذن الله تبارك وتعالى. والقصة التي حكاها الشيخ محمد حسان في التسجيل أو في التلفزيون ليس فيها شيء من الحقيقة. هو الذي جاء وعرض عليهم، قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: ننصحك ألا تذهب إلى عبد الفتاح السيسي. ثم جاء رسول له فقال: يا جماعة، قالوا له: والله انصح الشيخ ألا يحمل نفسه ما لا يطيق، وألا يتورط في وعد لا يستطيع أن ينفذه، لأن الميدان هنا والثوار هنا لهم مطالب ليسوا مستعدين للتنازل عنها. لابد من رجوع الرئيس بصلاحيات كاملة. 2. رجوع الدستور. 3. رجوع مجلس الشورى. هل تتصور واحد عاقل يقترح أن ننصرف من هنا آمنين؟ ده جزء من الفيديو الموجود. الفيديو ده مدته 17 دقيقة. يبدو من كلام الشيخ محمد حسان، الكلام اللي اتقال، ان في طرف اخل. الكلام بتاع الشيخ محمد حسان قبل فض رابعة والنهضة، ردود الفعل اللي انتم شايفينها دي قبل. كنت على سفر وفي مطار من المطارات، اعتقد كنت في المملكة العربية السعودية، والتقيت بشقيق الشيخ محمد حسان، اعتقد الاستاذ احمد، وقعدنا وقت طويل في انتظار الطائرة، وقال لي ان الشيخ تعرض لظلم بين، ولكنه للصالح العام ولصالح مصر لم يتحدث.